12,000 ريال راحت كلها في يوم واحد. تخيل كل اللي صار بسبب قرار غبي جدا، وانا كنت افطر واتابع انمي. هذه قصة السفر اللي كانت بتخرب حياتي، وتصدق كنت على بعد 30 ثانية فقط من خسارة الرحلة كلها. قبل ما ابدا تخيل معي انت حاجز تذاكر طيران بقيمة 8800 ريال، باقي على الرحلة فقط 4 ساعات. يمديني الحق على الرحلة. تقول في نفسك بسيطة، بس افطر شوي واتابع انمي شوي، ابو نص ساعه كذا قدني طالب اوبر، يجي اوبر ونمشي نتوكل على الله عشان اوصل بدري قبل الرحله. قال لك لكن اللي صار كان بدايه اسوأ 24 ساعه مرت علي في حياتي. واول غلطه كانت اهم غلطه خلتني اوقف عند البوردنج وانا ما في جيبي الا 4000 ريال، وكنت مخصصها للمصاريف داخل تايلاند. وكان معي 3 شنط، شنطتين وسط وواحده صغيره، بس الوسط قالوا انه ممنوع تدخل الطياره لان ما تقدر تركبها فوق. كان حجمهم كفيل انه يمنعني من دخول الطياره ويخرب علي الرحله كلها. حلو، وصلت المطار باقي ساعتين على الاقلاع وانا داخل. قال لك بكل ثقه واثق الرجال، اعطيتهم الجواز حقي وقلت لهم بقص البوردنج. قالوا لي يا حبيبي البوردنج مسكر، كلهم وصل الطياره الحين مسافرين، الرحله بتطلع الحين. قلت تكفون ادبرها باي طريقه، نبي ندخل يا ناس. المهم قاعد يدقون اتصالات ويجربون من هنا ومن هنا ومن هنا. قالوا الشنط ما تدخل، ما تقدر تدخلها في الطياره، لازم تشحنها مع الامتعه تحت مع البوردنج. والموظفين حق البوردنج اذا طلعوا في الطياره خلاص رايحين. لكن قدامك حلين، يا تخلي الشنط عندي هنا وتتصل على احد يجي ياخذهم، او انك تتصل على شركه الطيران اللي حجزت منها وتشوف لو عندهم رحله ثانيه تقدر تاجل الرحله. وغالبا ما راح ياخذون فلوس. هنا طمني شوي لاني انا اصلا ما عندي الا 4000 ريال، وقلت باخذها للمصاريف في تايلاند تكفيني حق 8 ايام. ما لكم في الطويله، اتصلت على تطبيق المسافر وجلست انتظر في الانتظار تقريبا نص ساعه الين ردوا علي، وانا حرفيا قاعد اسمع في الميكروفونات الطياره بتقلع على جميع الركاب التوجه للطياره، خلاص اخر نداء، قلبي بدا بيطيح خلاص. المهم ردوا علي قالوا في رحله بعد 8 ساعات. قلت ممتاز، طيب يلا غيروها لي، ابغى الحق على الاقل اذا ما لحقت الرحله هذه يصير في رحله ثانيه الحقها، كويس انه بنفس اليوم. قالوا بس عليها رسوم. قلت كم الرسوم يعني؟ هنا خلاص جلطوني، هنا خلاص انا قاعد اتحطم الى شتات ويصدمني بالمبلغ 4800 ريال عشان بس تغير الرحله حق الروحه. قلت اوكي ما هي مشكله، هل في تابي تمارا نقدر نصرف الامور يعني لين بعدين؟ قالوا تغير الرحلات ما يشملها. اقسم بالله يا عيال اني قفلت الاتصال وجلست على الكراسي كذا ماسك راسي مصدع، ما ادري وش اسوي. اول مره اسافر برا يا عيال واسمع هذا يقول النداء الاخير، وعندي في التذكره مكتوب انه يعني باقي ساعه او ساعتين تقريبا، لكن لعلهم سافر بدري. واسمع الرجال يقول لي خلاص الرحله اقلعت. اخ يا عيال بدات اتصل على الناس واحد واحد، وكل ما ادق على واحد يا يعتذر يا يقول لي ظروف يا يقول لي ما ادري ايش ما عنده فلوس يا يقول لي. قلت انا يعني ممكن لو اكلم 5-6 اشخاص يعني من 1000 ريال ممكن امشي الليله، يعني اقدر اطلع 4-5 آلاف يعني في ظرف ابو ربع ساعه نص ساعه، يعني لو كلمت احد من الشباب يسلفني يعني. بس للاسف ما حد رد علي. كل دقيقة تمر أنا على أعصابي أتنافض، أحس إني خلاص بخسر الفلوس اللي دفعتها. أنا دفعت يا عيال فوق 8000 ريال عشان التذاكر، بتروح علي هباء منثورة، بتروح السفرة كلها بتروح من غير الحجوزات اللي حجزتها هناك في تايلاند. المهم بقي شخص واحد، قلت هذا أملي الأخير ما عاد فيها. أروح أتصل عليه، واحد من الأقارب دق المكالمة الأولى ما في اتصال، الثانية ما يمسك خط، الثالثة ما يمسك الخط. يا هو سبحان الله، ربي ألهمني إني أرسل له واتساب. في ذيك اللحظة قررت إني أرسل له واتساب. أرسلت له واتساب، السلام عليكم يا أبو فلان، أحتاج منك مبلغ، صار لي ظرف في المطار وأنا الحين على أعصابي. وشرحت له السالفة كاملة. طلب مني إني أسجل له صوتية. أعتذر لي الرجال في البداية، قال لي والله إني برا السعودية الحين، لكن أرسل لي صوتية عشان أتأكد إنه أنت بدر، يعني مو شخص مهكر جوالك ولا شيء. أرسلت له صوتية وما قصر الرجال، دقني ب5000 ريال كذا، أعطاني 5000 ريال. أقسم بالله كأنك حطيت ثلج في قلبي ذاك الوقت. آخ يا عيال ما تدرون قديش حسيت بالراحة، حسيت إني رجعت أتنفس الحياة، حسيت إني أشم هوا الآن. رجعت أتصل على تطبيق المسافر، قلت يلا إن شاء الله إنهم يردون الحين، وكالعادة يعني ما في شيء جديد. جلسوا نص ساعة، ردوا علي السلام عليكم، أنا دقيت عليكم قبل شوي وأبغى أغير الرحلة، خلاص الرحلة لسه موجودة والتذاكر موجودة ويلا وحجزت وبسم الله. دفعت لهم المبلغ ذاك الوقت وانتظرت في المطار الين الساعة 11 وقت رحلتي الجديدة. كان وقت الرحلة المتوقع من الرياض الين أبو ظبي تقريبا ساعة وشوي. عموما وصلنا تقريبا على الساعة 12 ونص حاجة زي كذا، والحين صار عندي الوقت فاضي الين الساعة 8 الصباح. الرحلة الجاية من أبو ظبي إلى تايلاند الساعة 8 الصباح. ومع التوتر ومع الضغط النفسي اللي عشته في الفترة هذيك نسيت إني أقول حق البوردنج خذ شنطتي معك عشان تخليها للرحلة الجاية، ما تجيني في أبو ظبي على طول تروح دايركت لتايلاند. نسيت أقول لكم إني حولت في مطار الرياض من ريال سعودي إلى دولارات عشان يعني أمشي الليلة. ولما رحت أبو ظبي قلت أوكي خليني أشوف المطاعم. لما شفت المطاعم يا ولد اللي بالدرهم قلت مرة واحدة خلينا نحولنا شوية دراهم بالدولارات يعني عشان نمشي الليلة لما نخلص الأمور هنا. ولقيت تطبيق يعطيني شرائح إنترنت تقدر تختارها على الدولة
اللي تبغاها. اخترت تايلاند ولقيت شريحه ب $20 لمده شهر، انترنت مفتوح، لي شريحتين، واحده لي واحده لزوجتي يعني. المهم قلنا خلينا ندور لنا اي كوفي عشان يعني نجلس ونروق ونمخمخ ونفكر في الحاجات والمصايب اللي كنا نفكر فيها قبل شوي. نلقى لنا كوفي، والله الكوفي يعني صراحه كان مرتب وكان يعني لذيذ، لكن انصدمنا بالسعر يا ولد. 160 درهم على قهوه وحلا. 160 درهم وين عايشين يا ولد؟ اوكي المطارات غاليه بس مو للدرجه دي. احس اني طفرت قبل ما وصلت تايلاند. وكلنا وانبسطنا يعني، تعرف الليل ما حد حولنا، جالسين عند مكان البوابات. لما جاء وقت الرحله جينا نبغى ندخل الا نلاقي يا ولد العالم كلهم اجانب، امريكان، بريطانيين، على مدري وش. تعرف نظامهم نظام عائلات يعني، جروبات. انتوا عائله جدك وجدتك وابوك وامك واخوانك واخواتك كذا جروب واحد، يلا على تايلاند. العرسان كانوا الموجودين قليلين يعني في الطياره، فالعدد كله اصلا الاجمالي كان شبه فاضي في الطياره. الحمد لله اخذنا راحتنا، قعدنا كم 8-9 ساعات تقريبا في الطريق، منها نوم، منها نتابع افلام شوي، منها نسولف، منها يعني ضيعنا وقت. ولما وصلنا لتايلاند اخيرا يعني بعد طول العناء، هنا كانت المفاجاه. لقيت ناس عرب هناك صراحه الامانه، والله يصلح الحال يعني. على طول اول ما وصلوا تعرف يشيلون العبايات ويشيلون الاشياء دي، لكن الله يصلح الحال. بس الصدمه انه فيه لاين طويل كذا تقريبا قعدنا فيه ساعتين الين ما خلصنا، الين ما وصلنا عند الكاونتر. وصلنا عند الكاونتر عشان يختم لنا الجوازات. المهم جينا خارجين، قعدت اتواصل يعني مع الفندق لاني حاجز اصلا فيلا عن طريق بوكينج. قلت باخذ في الفيلا تقريبا 4 ايام كذا، 3 ايام 4 ايام. المهم اني جلست انتظر الرجال عشان يجيني اللي هو سواق الباص، طبعا عنده سواق خاص، فانا دفعت عليه تقريبا 100 بات تقريبا او 120 بات، حوالي 12 ريال 10 ريال زي كذا. اشاهد من الكلام قالوا لي في بوكينج انه روح شيك اللوحات هذه تلقى اسماء، من ضمنها ممكن تلقى اسمك موجود. اذا لقيت اسمك معناته انه هذا الشخص هو اللي بيوصلك. وشوف لك الزحمه، تلقى الناس في كل محل، تلقى محلات هنا كلها حق اتصالات يوزعون شرايح. اقول لك عشان في تايلاند كذا يوزعون انترنت للناس بفلوس طبعا مو ببلاش. والمكان كذا كتمه الناس كذا يا ساتر، تقريبا 5 طيارات نزلت مع بعض في نفس الوقت. وصلنا تقريبا على الساعه 12 11 الليل شيء كذا، الزبد انه بعد العشاء يعني. وقتها كان في حر وفي رطوبه، حسينا انه فعلا انا الان في مدينه جنب البحر، بس وين البحر ما ادري، ما اشوف ظلام. المهم خرجت عشان ادور الرجال، ما لقيته. دورت يمين يسار، اتواصل مع حق الحجز هذا الفندق الفيلا، والرجال كان نايم. استغربت انه انت حارس شغال في الفيلا هذه ليش راقد؟ المهم ورد علي وقال لي ان الرجال شوف له برا، بكلم وبتصل عليه وبتاكد وين. خرجنا الان من المطار مع البوابه، بوابة رقم 1 الظاهر، وندور الناس وين اي واحد فيهم. كل مين يشوفني كذا يقول هانيمون. عرفت اللي شهر العسل يعني، تعال اوديكم انا يعني عندي عرض خاص لكم يعني. وانا قد حاجز اوريدي بكم الحجز الخاص حقهم 300 ب 400 300 400 500، وانا قد حاجز اصلا 120 عند هذاك. لكن هذاك الدلخ الغبي ما هو جايب لوحه معاه وكاتب فيها شيء يعني، ما يعرف شكلي ولا يعرف اسمي ولا شيء كذا، بس مين فلان اجيبه وخلاص، من هو ما حد يدري. انا شكيت في الوضع في البدايه، قلت يا ولد لا يكون ذا غادر فينا اصلا ما يعرفنا وجايبنا ونركب معه ونمشي. في المكان هذاك غريب يعني يعتبر عنه. شاهد من الكلام عرفنا الادمي، شفناه ومعه باص كذا، تعرفون الباص هذاك الصغير. جينا دخلنا، الرجال مضبط لي السياره من جوا يعني، تخيل حاط لي كذا عصيرين كذا، تعرف مشروباتهم هذيك الخرابات، اعوذ بالله مش طريق، اعوذ بالله منها، الله يجيرنا وياكم منها. حاط عصير هنا وعصير هنا ومسوي علامه اكس يعني، قال لك وحب ومدري وش، وحاط لي كذا على المقاعد زي اللد كذا، نفس الماوس كذا، شايف كذا لمبات كذا، شايف نفس الماوس كذا اللمبات هذه. المهم طلع الرجال لا يتكلم لا عربي ولا انجليزي، ميح. انا حسيت اني بتورط والله صدق. ومشينا على الله، قلنا اوكي يعني لعل وعسى. مشينا حق ربع ساعه تقريبا كذا ووصلنا للفيلا. اول ما وصلنا للفيلا توقعنا صراحه الفيلا انه تكون فيلا خاصه كذا، انه كلوز يعني لحالهم، لكن اكتشفنا انها مجمع فيلل مسوينهم في شاليه واحد كذا، كل فيلا لها مكان خاص نوعا ما خاص يعني، لها حوش كذا بس انه مفتوح يعني نوعا ما على بعض كحوش. اول ما وصلنا يستقبلونا واحد شايب مع ولده ومعاه زوجته الظاهر، معاهم كلب اسود كذا شكله يعني اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تحسه ما هو صاحي. المهم جاي عندي كذا يشمشم، تعرف الكلاب ذي المروحه كيف تشمشم، جاي يشمشم. قلت له ان زوجته تخاف من الكلاب، صرفت ابغى يشيل الكلب يعني بشكل محترم يعني. فعلا والله ما قصر يعني، حبيبين طلعوا والله، شالوا الكلب وراحوا دخلوا الشنط وورونا راوند كذا على المكان. زباين كانوا بيجيهم انهم توم صاحيين من النوم يعني، صحيناهم والله. الشايب كان يعرف شويه انجليزي يعني نقدر نداقش معه، لكن الباقيين ميح مره ميح. دخلنا، اول ما دخلنا وجاب لي كذا صحن فيه فواكه، الموز حقهم يا ولد صغير كذا ما ادري كيف، جاب لي صحن فواكه فيه موز، فيه
فاكهه التنين وفي مدري وش، تعرفون فاكهه التنين ذي الحمراء مدري كيف شكلها. احنا وقتها ما نبغى ناكل، نبغى نرقد وبس، نبغى نرتاح. المهم ذاك اليوم ما جاني النوم، انا قلت ابغى لازم قبل ما ابدا انام او استرخي او ارتاح هناك في المكان هذاك لازم اني احمل اي تطبيق يكون تطبيق خاص بانه يطلع لي الكاميرات. وقعدت افر كذا فره كذا استكشافيه، ادور في البيت يعني في كاميرا مزبنه في شيء، يعني سبحان الله الواحد يخاف يعني. الحمد لله ما كان في شيء يعني، لكن حرصا مني. المكان صراحه كان خيالي، كان رهيب جدا. المطر زاد والله. سلام يا سلام، مصيبة نافعة. يا الغيوم كيف. هذه شجرة جوز هند. يعني تخيل تطلع مع الباب قدامك مسبح كذا، مسبح كبير كذا وشكله رهيب يفتح النفس كذا تحتك على طول. انا طالع كذا، طبعا انا كنت في دور ثاني كذا، الدور اللي تحت ما في شيء، ما في الا مسبح كذا، تشوف المسبح انت يطلع على المسبح. وفي الداخل تلقى فيه كان في غرفه نوم، وكان فيه كذا غرفه جلوس، وكان فيها مطبخ متصل بغرفه الجلوس، ومعها بلكونه كذا صغيره خاصه بالمطبخ، وفي بلكونه ثانيه فيها جاكوزي عند في غرفه النوم وكذا. تبدا رهيبه رهيبه خياليه لا تفوتكم. ممكن لو رحتم تايلاند مر عليها يعني. حتى كان ايجارها اليومي كان يعني مو مره غالي يعني، كان تقريبا ما يقارب 400 ريال تقريبا في اليوم، بس كبير تستاهل مره كبيره رايقه حرفيا. انا صراحه والله قاعد اضحك على البلاوي اللي قاعد تصير معي يعني. يا رب ايش ذا الذنب اللي مرتكب عشان دير البلاوي هذه. لدرجه يا اخوان انه رحنا رحله او فعاليه موجوده في تايلاند كذا مع تطبيق عندهم زي اوبر. الشاهد من الكلام انه زوجتي نسيت جوالها عندي في السياره، والرجال كذا ضرب خط ومشي بعد ما رجعنا من الفعاليه. لكن هذه خليها في مقطع منفصل راح اعلمكم عليها بعدين. وصار بلاوي وصار سوالف اشياء تضحك، اشياء تفشل يا ولد. لكن اذا انتم حابين اسلوبي في سرد القصص اكتبوا تحت في التعليقات اذا ودكم جزء ثاني جزء ثالث. موعدنا مع مقاطع القصص كل يوم جمعه، فاختاروا انتم يا تبغونها الساعه 12 الظهر او الساعه 1 الظهر، يعني عشان الواحد يلحق بعد الصلاه كذا. لا تنسوا تشتركون عشان كل جمعه بتنزل قصه جديده ان شاء الله. وصدقوني المقاطع الجايه اقوى. حط لايك اشترك في القناه عشان يوصلك كل جديد، ونشوفك ان شاء الله في القصه الجايه.